السلام عليكم. اليوم نستضيف أحد الكتاب الخليجيين، وبالتحديد كاتب عماني. الحقيقة أصدر كتاب رواية اسمها الحرب. هذا الكاتب محمد الحيحائي. الحقيقة هذه الكاتب أقام تدشين لهذا الكتاب في صالة الأيام، ودعا فيه العديد من الشخصيات، وبالتحديد الشخصيات البحرينية اللي كانت معاه تناضل في أعوام السبعينات. حتى الإهداء كان باسم إلى عبد النبي العكري، الإهداء إلى الأستاذ عبد النبي العكري، لأن عبد النبي العكري وجماعة من الشباب البحرينيين في أعوام السبعينات كانوا يهدفون ويناضلون من أجل تحرير الخليج. الحقيقة أنا أسعدني إهداء الكاتب، ووعدته بأن أنشر كتابه في قناتي نافذة على كتاب. هو الكتاب رواية عن تجربة شخصية في حياته السابقة. يقول في الكتاب، في خلف الكتاب: عندما حملت السلاح صار الصمت والتخفي طريقة حياة، وعند أصبحت موظفا ثم مسؤولا حكوميا أصبح الكتمان طريقا لبلوغ الغايات، وبات إصدار الأوامر والتعليمات شفاهيا. فلسفة في الإدارة تعلمتها من معالي الدكتور أبينا الذي في كابينة القيادة، عراب الصفقات الكبرى العابرة للمحيطات. وأنا مدين لهذا الأب العظيم بالكثير، لكنني اليوم وقد عبرت المحيطات كثيرة في دروب الحياة، أجدني أتخلى عن خوفي من الكلمات المكتوبة لأنقض الغبار عن ذكريات وأحداث لم أرغب يوما في استعادتها وعادتها إلى الحياة. محمد الحيحائي، كاتب عماني. أتمنى للأخ كل التوفيق في روايته، وشكرا على إهدائه للكتاب. مع السلامة.